والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستفتح لقاء اليوم بالدعاء، فأقول وبالله التوفيق. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأسأل الله عز وجل أن يغير حالنا إلى أحسن حال، وأن يهدي شبابنا، وأن يشفي مرضانا، ويرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم افتح لنا جميعا أبواب رحمتك. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. وبدعاء النبي عليه الصلاة والسلام الجامع: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، فأعنا على طاعتك. الدعاء يعلمنا ربنا جل جلاله في آي القرآن، في آيات كثيرة أذكر منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، قول الله سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا وعد الله عز وجل، ادعوني أستجب لكم. وقال الله عز وجل في آية أخرى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والفاء كما يقول أهل اللغة وأهل التفسير هي جاءت للتعقيب والفورية، للترتيب والتعقيب والفورية. وإذا سألك عبادي عني، ردا على من قال للنبي عليه الصلاة والسلام: الله عز وجل أقريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قوله جل جلاله: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الفاء فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله عز وجل قد التزم بإجابة الدعاء. نذكر بعض الآداب وبعض الشروط التي بسببها يستجيب الله عز وجل الدعاء. وكما قلتم يا أخي محمد صالح في مقدمة الحديث، أن الله عز وجل قد ذكر قصصا للنبيين والمرسلين كيف كانوا يدعون الله عز وجل في السراء والضراء. والقصص كثيرة: سيدنا نوح، وكذلك أيوب، وكذلك إبراهيم، وكذلك موسى وعيسى، وكل النبيين الجميع كانوا يدعون الله عز وجل ويلتزمون بالدعاء في جميع أحوالهم وفي جميع ظروفهم، حتى في قضاء حوائجهم الدنيوية، حتى في قضاء حوائجهم وغير ذلك. نعم، حتى في قضاء حوائجهم الدنيوية. وفي السنة النبوية الشريفة هناك أيضا أحاديث كثيرة. من هذه الأحاديث ما ذكرتم قبل حين: الدعاء مخ العبادة. ورواية أخرى للحديث: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. إذن سبحان الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام بعدما بين لنا فضل الدعاء هو علمنا كيف ندعو الله عز وجل في جميع الأحوال والظروف. دعني أبدأ بالغيث الذي يعني أنعم الله عز وجل به علينا هذه الأيام. فكلما نزل المطر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صيبا طيبا، اللهم صيبا نافعا. إذن الرسالة التي أريد أن أذكرها في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا الأدعية في جميع الأحوال والظروف. أبدأ مثلا باستيقاظ الإنسان، يستيقظ من نومه، فنبينا صلى الله عليه وسلم يعلمه ويعلمنا كيف ندعو الله عز وجل ونذكره: الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والإنسان وهو يخرج من بيته أيضا يدعو الله عز وجل: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وإذا أيضا سافر أيضا يذكر الله عز وجل: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، إلى آخره. اللهم إنا نعوذ، حديث آخر: اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، إلى آخره.
يعني في كل حال من في كل حال. إذا يعني كما نقول ربي سبحانه نزل الغيث نزل المطر، اللهم صيبا طيبا اللهم صيبا نافعا. إذا كان الريح كذا قبله دعاء الريح، يعني الريح قبل المطر. نعم الريح قبل المطر، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وكلما ذكرت كلمة الرياح جمعا في موضع الخير في القرآن الكريم وفي السنة أيضا، وإذا ذكرت بمفردة في موضع الشر وفي موضع الضرر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الدعاء، انت سماع الرعد والبرق ورؤية البرق وكذلك الزلازل وكذلك كل ما يحصل في الكون من أحداث ومن حوادث. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ألوانا من الأدعية. أولا ليظل الإنسان متصل بالله عز وجل، قلبه موصول بالله سبحانه وتعالى باستمرار. الهدف الثاني أو المقصد الثاني لينسجم الإنسان المسلم مع أحداث الكون. وهذا أيضا أمر بديع وجميل، إشارة لطيفة يعني. لطيفة جدا، يبقى دائما منسجم مع ما يحدث في الكون من حوادث. ولكن هذا الدعاء الذي هو مخ العبادة أو هو العبادة لابد له من شروط ومن آداب أذكرها بشكل مختصر. الشرط الأول أن يلتزم الإنسان الحلال، يعني لازم يأكل من الحلال، ما يعمرش كرشه بالحرام ويدعو الله عز وجل، لا، لازم مأكله ومشربه وملبسه من حلال. هذا مانع من الموانع. نعم وهذا مانع. وشرط قبول، شرط قبول إذا كان لا يقابل شرط القبول. نعم يقابل شرط القبول. لذلك أما إذا كان الإنسان يعني مأكله من حرام وملبسه من حرام ومشربه من حرام ثم يدعو الله عز وجل يقول أن يستجاب. لذلك هذا شرط أساس، التزام الحلال. الشرط الثاني الأساس هنا دكتور بين قوسين يعني حتى صاحب الحرام يحتاج إلى الدعاء. نعم يعني ذكر حال الرجل يطيل السفر ويدعو ربه. نعم فأن يستجاب له، يعني حتى صاحب المعصية وهو في معصيته أو يأكل من الحرام إلا وهو يحتاج ربه في دعائه وطلبه. نعم ولكن يعني الدعاء مردود. الدعاء مردود. نعم. لذلك الإنسان لابد أن يلتزم الحلال، وهذا شرط لقبول الدعاء. شرط آخر أن يدعو الإنسان الله وهو موقن بالإجابة. يعني لازم الدعاء يصدر من قلبه، يعني دعاء يتواطأ عليه القلب واللسان، دعاء نابع من القلب، ما يدعوش الله عز وجل بلسانه وقلبه غافل. لازم حضور القلب مع اليقين بأن الله عز وجل سيجيب. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. من أين يأتينا هذا اليقين؟ من وعد الله عز وجل، والله لا يخلف الميعاد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما دام رب سبحانه هو الذي وعد والله لا يخلف الميعاد، هذا الذي يجعل الإنسان وهو يدعو الله عز وجل يتيقن من استجابة الله عز وجل. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث الإلحاح في الدعاء، يعني الله عز وجل يحب الذين يلحون في الدعاء، يعني يكثرون من الدعاء. وثم هناك بعض الشروط الأخرى وبعض الآداب، التزام الأوقات أو ترصد الأوقات الشريفة والأحوال الفاضلة. مثلا حال السجود، نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا في الحديث ويرشدنا إلى الإكثار من الدعاء في السجود، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ثم أمرنا بالإكثار من الدعاء، للإنسان يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا وقت شريف، هذا حال شريف عند الله عز وجل، يعني حال السجود. وكذلك عقب الصلوات، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لمعاذ بن جبل قالوا يا معاذ والله إني لا أحبك، لا تنسى دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لذلك عقب الصلوات أيضا الدعاء مستجاب. وكذلك عند السفر، وكذلك عند المرض، وكذلك في يوم عرفة، وكذلك عند الصيام، وكذلك عند الإفطار من الصيام، وكذلك عند الطواف حول الكعبة الشريفة وبيوم عرفة. يعني هناك أوقات شريفة وأوقات فارضة، وعند المرض كذلك، يعني أوقات كثيرة وأحوال شريفة جدا هي من نعم الله عز وجل علينا. والمسلم الذكي هو الذي يترصد هذه الأوقات، هو الذي
ينتظر هذه الأحوال فيستثمرها بالدعاء لله سبحانه وتعالى. وكذلك من الشروط ومن الأدب كذلك لا يستعجل الإنسان قبول الدعاء. الإنسان كي يدعو الله عز وجل والله قد التزم بالاستجابة، فلا يصح إطلاقا أن يستعجل الإجابة، يقول دعيت ذرك ولازم ذرك يكون الجواب، لا، لأن هناك احتمالات. إما الله عز وجل يستجيب في الحين، وقد حصل لكثير من الناس أنهم يدعون الله عز وجل والله يجيبهم فورا، هذا احتمال وارد. والاحتمال الثاني أن الله يؤجل الإجابة، يؤخرها إلى الوقت الذي يشاء هو. وربما احتمال آخر أيضا أن يؤجل الله عز وجل الإجابة إلى الآخرة. ولعل كثير من الناس طبعا يتمنون حينما يرون ثمرات دعواتهم في الدنيا يجدونها في الآخرة، يرونها في الآخرة. الكثير من الناس يتمنى لو أن جميع دعواتهم لم تستجب في الدنيا وأخرت إلى الآخرة، والآخرة دار القرار. الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة، نسأل الله القبول يا رب العالمين. نختمها بدعاء معلش منكم يا دكتور نسمة. اللهم نسألك الاستجابة، اللهم نسألك باسمك الأعظم تفتح لنا جميعا أبواب رحمتك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وانصر الحق. اللهم ثبتنا على طريق الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. اللهم